السلام عليكم البنات او الدراري. اليوم جيت نهضر على واحد البرج اللي من الابراج الناريه، اللي هو برج الحمل. برج الحمل. اليوم غنهضر على كيفيه التعامل مع برج الحمل. الرجل، ماشي المرأة، الرجل، لأن الشخصية ديالهم كتختلف. اللي كيبدا من شهر 3 نهار 21 حتى ل 19 شهر 4. دونك كيفية التعامل مع رجل الحمل. الرجل نقدر نقول الصعب شي شويه. الرجل اللي خصو واحد شويه الوقت باش نفهموه. هذا رجل برج الحمل. اول حاجه العلاقه ديال برج الحمل دائما مع الحريه. يعني ما كيبغيش، كيف كنقولوا دائما، هو من الابراج اللي هو ما كتبغيش التقيد، اللي تربطيه، اللي يحس براسو انه في الحبس. بالعكس هو كيبغي اللي ايدو، كيبغي دائما اللي يمشي معاه في الخطه ديالو. مثلا قال لك انا ماشي مسافر، قولي ليه سير، الله يسهل عليك سير. يعني انت شجعيه ولو انك ما تكونيش معاه، سواء مرتو سواء صاحبتو سواء مهم. دونك دائما تشجعيه. يدير الحاجه، هو كيبغي الحريه. تاني حاجه برج الحمل متسرع في القرارات ديالو. برج الحمل كيتسرع في القرارات ديالو. دائما كيعطي القرار اولا كيخرج القرار من فمه وكيندم عليه، كيندم عليه. ولكن عمره ما غادي يبين لك انه ندم على داك القرار اللي خدا، ولا انه ندم حيت تاخد داك القرار، حيت ما كيرضاش بزاف، لان عنده واحد عنده واحد الاحساس بوحده سبحان الله. شي يعني حتى لا مرضاش ولا دار شي حاجه وما صدقاتش ليه، ما كيرضاش يبينها الناس. هو دائما متناقض مع نفسه. واحد متقلب المزاج، يعني كتلقاه مقلق ولا متقلب المزاج نسبه ديال 98%. يعني بزاف دائما. كيف كنخليو حنا بالدارجه ديالنا ديما معصبن، ديما مقلق. دونك نتيا باش هاد برج الحمل تشديه، اولا باش برج الحمل تعرفي شخصيته كي دايره، اللي عطاها ليه الله سبحانه وتعالى، يعني شخصيه ديال الله سبحانه وتعالى. الله خلقنا بحال هكا، كل واحد وشخصيته. كيف كنقول دائما حنا ماشي روبويات، خلقنا كلنا بحال الله، كل واحد وشخصيته. هو تيبغي الحريه. بحالو بحال الابراج، بحال اربعه الابراج، يعني هادو معروفين بالحريه، ومنهم برج الحمل. تيبغي ما كيبغيش التقيد. برج الحمل اعدى حاجه عنده الا بغيتي بصح، بصح يعني صافي ما يزيدش معاك حتى دقيقه، ولو يكون كيتسطع لك. يعني غير اش داتو شي ظروف. الا كذبتي فغيمون، الا حصلك كتكذبي ولو غير 1%، ما غاديش يعاود يشوف موراه، ولو تكوني ما عرفتي كطيحي بالزين ما غيشوفش. ولو هو كيحماق على الجمال الخارجي اكثر، هو كيجذبوا الجمال الخارجي، لان اصلا رجل الحمل تيكون انيق، عزيز عليه، يتهلا في راسو اكثر من القياس. برج الحمل الرجل كيبغي المراه تكون بحالو، حتى هي كتهلا في راسها، حتى هي تكون يعني زوينه وكتلبس بحالو، حيت هو معروف يعني دائما كتلقاي المظهر ديالو الخارجي جذاب جذاب جذاب. وكتلقايه ديما ما عندوش الوقت، ديما يعني ديما ما عندوش الوقت، ديما منشغل، ديما ما عندوش الوقت، ولو انه ما يكونش خدام كتلقاي انه ما عندوش الوقت. تهضري معاه، تبغي تلاقاي معاه ايه. ولكن واحد الحاجه مهمه في برج الحمل، واحد العلامه مهمه في برج الحمل، الا بصح كان كيبغيك ولا بغيتي تعرفي انه كيبغيك، هو انه من يبقى يعطيك وقت. شنو هو هذا الوقت؟ هو انه من يبقى يعيط عليك في التليفون بزاف. هو انه من يبغي هو يتلاقى بك. هو انه يعني كان كيعيط 2 مرات في النهار ولا كيعيط 3 المرات، لان برج الحمل كيحماقوا على الوقت ديالهم. برج الحمل الا مشى عطاك حتى دقيقه من الوقت ديالو اللي كيقول انا عندي، لان كل برج معروف بشي قوله ديالو. برج الحمل تيقول لك الوقت ديالي من ذهب، ولو كي قلت لكم، ولو انه يكون ما خدام ما والو، دائما مشغول. الوقت ديالو من ذهب، كيف كيقول دائما الوقت ديالي من ذهب. دونك الا عطاك وقت، والا بصح لاحظتي ان داك التعياط ولا ان داك المواعيد اللي كديري معاه زادت، ولو غير ب1%، عارفي فغيمون كيبغيك. واحد الصفه خايبه في برج الحمل، ولكن الا ما كانش كيبغيك كنعاود نقولها، ولو يكون مهتم بك. هو برج الحمل الا كان مهتم بك، الا كان مهتم بك غادي يدير هاد الصفه اللي كنقول لك خايبه، غيقدر يديرها. فانت مهدده الا كان غير مهتم بك، يعني معجب. ولكن الا كان كيبغيك، يعني من قلبه كيبغيك. وانا قلت لكم كيفاش تعرفوا الرجل الحامل كيبغيك. الرجل الحامل كيبغيك الا عطاك الوقت صافي. هادشي هذا هو البرج الوحيد اللي كتعرفي حاجه وحده عليه، انه الا عطاك الوقت عرفيه فغيمون تيبغيك.
واخا بزاف د الحوايج فيه خايبين، مي او ميم طون فيه شي حوايج اللي فريمون مرجلين، كينسوك دوك الحوايج الخايبين. قلت لك الحاجه الوحيده اللي فيه خايبه هي الخيانه، اونتر بارونتيز، يعني هذه معروفه ببرج الحمل. كنقول لك الا ما كانش كيبغيك، الا ما كانش كيبغيك اولا غير كيهتم بك، انت كتبغيه هو غير مهتم بك، يعني كيتصل بك، كيبين الاعجاب ديالو، فانتظري منه الخيانه. الا بانت ليه شي وحده ولا راه غادي يخونك، لان هو دائما الشكل ديالو تيكون زوين، لان دائما تيكون جذاب، دونك كيكون معرض للخيانه، اولا هو كيعرض راسو للخيانه كيف كنقولوا حنايا. فدونك الا فريمون تيبغيك اقسم بالله ما يخونك، والله تا صادق داكشي علاش فيه بزاف د الحوايج اللي صعاب، ولكن او ميم طو في قلبه زوين، في قلبه كيبغي الانسان اللي يكون بحاله. برج الحمل ما كيبغيش اللي ينتقدو، برج الحمل كيبغي يتناقش في المواضيع، كيبغي برج الحمل كيبغي يزيد يعطيك وتعطيه في الهضره، يعني يكون راسك عامر. برج الحمل تيبغي المراه اللي واثقه بزاف في راسها، من الابراج الوحيده اللي كانت تعجب ليها كيبغي المراه اللي واثقه بزاف، ولو ان حنا تنقولوا ديك الثقه الزايده كتنقلب ضد الانسان، هو تيبغي المراه واثقه بزاف، يعني اكثر من القياس تكون واثقه في راسها. وكيف قلت لكم البنات، فهو واحد البرج اللي كيبغي الجدال، يعني تجادلي معاه. يقدر انت يجيب لك الله انه، وبعض المرات يقدر يستهزئ بك، ماشي كيستهزئ بك بشي طريقه خايبه، هو كيتجادل معاك في الهضره، كيعجبو الجدال في الهضره بزاف، يدي ويعطي ويستهزئ بك ولكن هو ما كيبغاش يستهزئ بك. الا مشى حتى شفتي انه كيتجادل معاك في الهضره، كيتجادل ماشي كيتناقش، كاين فرق بين الجدال والنقاش، كيتجادل معاك في الهضره، عرفي تيبغيك. هي تاني علامه على انه كيطيح فيك، لان برج الحمل فريمون واحد البرج اللي بوحدو، برج ناري بوحدو. هاد الحوايج اللي نتوما كيجيكم بساط وانا تقريبا تيجيوني بساط، فهو بالنسبه ليه ماشي بساط، كيديرهم عرفي تيبغيك. راه ماشي حيت راه غادي يقول لك الو كنحماق عليك كنبغيك، ما تحلميش، انك تاخذي منه، يعني بغيتي يشبعك، يروي لك العطش ديالك بالهضره، الو كنبغيك كنحماق عليك ولا لا. تصرفات، هو تصرفات اكثر من الكلام، كيبين، كيعصب، تيقلق، تيستريسي الشريكة الحياة اللي معاه اكثر، الا كانت بشي بروج شي شويه كيكون معاكس معاه، كيستريسيها، كيعصبها، كيقلقها، كيبغي يحكم، كيبغي يسيطر، كينتقد، متسرع في الاحكام ديالو، كيبغي الجدال، كيبغي النقاش، يستهزئ بك. ولكن الا مشى حتى جادلك واستهزئ بك في الجدال، راه تيبغيك، راه ماشي ما تيبغيك، راه تيبغيك، حيت شخصيته دايره بحال هكاك، شخصيته دايره بحال هكاك البنات. دونك الله يعطيكم الستر، ما تاخذوش برج الحمل الرجل على انه رجل صعيب، ولا حيت كيدير معايا هادشي راه ما تيبغينيش، لا، عافاكم فهموا شخصيه كل برج، حيت الا فهمتوا شخصيته غادي توقفوا معاه وتشوفوا منو شي حوايج غادي ترجعوا له، تقولوا صافي هذه شخصيته، انا خصني نتقبلو كيف ما هو متقبلني مثلا، ولا ما متقبل، انا نتقبلو حيت انا عرفت النقط ديالو، انا عارفه شخصيته دايره بحال هكا، دونك انا عارفه نقاط الضعف ديالو ولو غير 2%، دونك انا عارفه انه ماشي انسان قلبه خايب، بالعكس انسان قلبه بيض، انه انسان الا مشى حتى تزوج فهو محافظ بزاف للعائله ديالو، وكيموت على وليداته، كيحماق على مراته، كيبغي العائله ديالو. فهو انسان ضحوكي، فريمون الى ما كيتيقش في الناس بزاف، ولكن الى جلس مع الناس فكيكون ضحوكي، كيطلق راسو شويه بشويه، كيبدا يتطلق برج الحمل شويه بشويه كيبدا يتطلق، لانه هو الداخل عنده واحد الرعب، واحد الخوف من الناس، ماشي كيخاف منهم حيت شي حاجه، ما كيديرش الثقه. عرفتوا علاش ما كيديرش برج الثقه، ما كيديرش برج الحمل الثقه في الناس؟ لانه كيتعرض كيتجرح ليه قلبه بزاف المرات، حيت دائما شخصيته متناقضه، يعني ملي كان كيثيق في الناس جرحوه، اون فوا تجرحي برج الحمل مره واحده، ولو انه هو ما كيثيقش في الناس، الا مشى حتى طلق راسو تاق شي نهار في الناس وجرحوه، كيتغير توتالمون كيتغير، يعني غادي يكون صعيب بزاف. سيل تو بلي الكذوب معاه لا، راه فريمون الا كذبتي ولا حصلك كذبتي في شي حاجه بسيطه راه غيدور وجهه، ولا كيف كنقولوا غادي يزيد لقدام وما غاديش يدور وجهه.
دونك غادي يعتبرك عدو عليه، لان مادام كذبتي عليه الا وراكي باغا تاديه، هو كيعتبر انك مادام كذبتي عليه الا باغا تاديه. هادشي اللي كيفكر فيه، حيت تيقول هو ما كيشوفش العيوب اللي فيه، هو بغيار وما تيبينش، هو يا شويه اناني، هو فيه الانانيه، طبعة الانانيه فيه. يعني يقول لك الو علاش قطعتي عليا، ولكن انت اللي جيتي عيطتي عليه وقلتي ليه الو علاش قطعتي عليا، يقول لك انا ما كنبغيش لي هذا، انا هادي طاطا الحريه ديالي توتو الى اخره. فهمتوا؟ ما هادشي كامل دخل في الشخصيات. والله القسم اللي هو راجل ونص تعولوا عليه. برج الحمل واحد الرجل اللي حدين بالداخل. الا بغاك بصح غتشوفي حياه اخرى معاه. هو صعيب في الاول، اي حاجه كتكون صعيبه في الاول البنات صبروا، اي حاجه صعيبه. فدونك انايا غندير تحدي، حيت هو كيبغي التحديات بزاف، كيبغيك تزيديه للتحديات، ماشي ترجعيه من اللور. ويلي شدنا هاد الحاجه، اجي اخويا من على هاد الحاله هادي، اجي رجع بحالك، اجي ما نحنا عند مشاكل وسط الراس. كيكره المراه اللي ما كتشجعوش، وكيكره المراه اللي ما كتمشيش في الهوا ديالو. اكثر في بدايه العلاقه. وكيكره واحد الحاجه، الملل. كيكره الملل وتكرار تجربه، ولا نفس الهضره كتعاود، اولا نفس الحديث كيتعاود. كيكره الملل. هو كيعصب الناس ولكن هو ما كيبغيش اللي يعصبو. هادشي كامل اللي قلت لكم، يلا 10% هضرت على برج الحمل. مازال ان شاء الله فيديوهات اخرين جايين على برج الحمل، مازال ما يتقال، مازال ما يتعطى، لان برج كبير، برج رائع، راجل ونستعولي عليه. كنقولها وكنعاودها وكنتحمل المسؤوليه. برج الحمل برج رائع، برج تقدي عليه، يقد على المسؤوليه. برج الحمل واحد الراجل اللي تعولي عليه. برج الحمل الى فريمون بغاك ما يخصك حتى خير معاه. برج الحمل واحد الرجل اللي انيق وجذاب. برج الحمل الا كان غير مهتم بك غادي يخونك. برج الحمل الا كان كيبغيك عمرو ما غادي يشوف في العيالات. برج الحمل الصفات اللي فيه تقريبا ما نقولوش خايبه، انا ضد كلمه الصفات الخايبه، لان شخصيته ربي سبحانه وتعالى خلق كل واحد وشخصيته. انت فيك العيب، انا فيه العيب، هو فيه العيب، كلنا عندنا في الشخصيات ديالنا عيوب اللي خصنا نتقبلوا بعضياتنا. فدونك حنا خصنا نتقبلوا الخلق الذي خلقه الخالق. هذه الجمله دائما تنقولها، خصنا نتقبلوا الخلق الذي خلقه الخالق. يعني غنتقبلك انت، انا بغيتك، عرفت شخصيتك كي دايره، دونك راني عرفت لك كي داير، راه عرفت كيفاش غنتعامل معاك. يعني اي حاجه غيديرها ما تسماش منك انت راه حيت ما كيبغينيش، لا حكا هادي لا حكا. دونك عطاتكم نقاط على كيفاش انه كيبغيك. عطاتكم نقاط ديال بعض السلبيات ديالو، ولكن بزاف د الحوايج كيتقالوا، كاين نقط ضعف ديالو، كاين ايجابيات كثيره ديالو غادي نتكلم عليها من بعد ان شاء الله في فيديو واحد اخر. وغادي نهضر ان شاء الله على المراه الحبل اللي كتختلف على الرجل الحبل في بعض الحوايج. هادشي اللي كاين البنات. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتابوناو، وهادشي اللي كاين، ومازال ان شاء الله الجديد القدام. الله يعاونكم.